السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله لا فيديو ديالي ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال وافضل الظروف يا ربي. بما ان العيد قرب فضروري ما نوجدوا ليه حلويات نستقبلوا بها الضيوف ديالنا. اليوم جبت لكم حلوى اقتصادية مكوناتها جد بسيطة، اهم حاجة كتجي رائعة لذيذة وكتجي هشيشة. الحشوة ديالها ايضا اقتصادية جدا، كتجي لذيذة ورائعة. فضلا وليس امرا، كيف ما ديما كنقول لكم ما تنسونيش من تشجيعاتكم، كتهمني بزاف. لايك وبارطاج ومشاركة في القناة. فكما كتشوفوا الحلوة ديالنا ديال اليوم كتجي زوينة بزاف وكتجي هشيشة والمنظر ديالها كيجي كيشهي. فيلا نشوفوا الطريقة على بركة الله. في واحد البول كندير 250 غرام ديال الزبده اللي تكون بدرجه حراره المطبخ. كنضيف 120 غرام ديال السكر يكون بودره، 120 تعادل كاس ديال العنبه. كنضيف كيس ديال سكر الفاني، واحد رشه ديال الملح لتحسين الذوق. كنخدم الزبده مع سكر كلاصي هكا غير بشي سباتولا، كيف ما يمكن لكم انكم تخدموها بيدكم. انا اكتفيت هنا في سباتولا. هادشي علاش قلت لكم ضروري تكون الزبده بدرجه حراره المطبخ باش هكا كيسهل علينا الخدمه ديالها. فكنخدم ديك الزبده مزيان مع سكر كلاصي. من بعد كنضيف الزيت. بالنسبه للزيت كنضيف 80 غرام ديال الزيت، ما يعادل ثلثين ديال كاس ديال العنبه اولا كاس الا ثلث. كنخدم ديك الزبده مع الزيت غير واحد شويه. كيف ما شفتوا انا كنخدم هنايا غير بسباتولا. كيف ما قلت لكم تقدروا انكم تخدموا باليد ديالكم اولا تخدموا بالخلاط الكهربائي. من بعد كنضيف حبه ديال البيض وكنخدمها مزيان مع ديك الزبده. فهنا البيض ضروري يتجانس مع الزبده مزيان. كنخلطها مزيان ومن بعد كنبدا كنضيف الدقيق الخاص بالحلويات، اكيد من بعد ما غربلته. كنضيف هنا كميه ديال الدقيق ونصف كيس ديال خميره الحلويات ما يعادل 4 غرام. كنبدا كنخدم هنايا الزبده مع الدقيق وانا كنضيف الدقيق بالتدريج. فالدقيق هنايا كيبقى على حسب الخليط او على حسب كل واحد النوعيه ديال الدقيق ديالو. كاين اللي كيتشرب بزاف، كاين اللي لا. انا بديت كنجمع العجين بيدي وانا كنضيف بالتدريج حتى في الاخير كنحصل على عجينه تكون مجموعه وطريه كيف ما هو موضح في لا فيديو. عجين الصابلي العادي كيف ما كنعرفوه كتكون طريه ومجموعه كيف ما هو موضح في لا فيديو. هنايا كناخذ 300 غرام من نفس العجين وكنضيف له كاوكاو. هنايا كاوكاو من بعد ما حمرته وطحنته كنضيف 4 ديال المعالق يكونوا مملوئين جيدا. فكاوكاو كيعطي مذاق رائع وكيجي حشوه زوينه بالنسبه لهاد الحلوه ديالنا. من بعد كنضيف معلقه صغيره ديال الكاكاو المر، من الافضل يكون نوعيه جيده باش كيعطي مذاق زوين. كنبدا كنخلط اولا كنعجن العجين مع ديك الكاوكاو والكاكاو. وكيف ما هو معروف هنايا غادي تنشف ليا العجين ديالي، فالكاوكاو والكاكاو كيشربوا. فهنايا غادي نزيد واحد 2 معالق كبارين حتى ل3 ديال الحليب باش هكا يطلق لينا العجين ويخففها لينا ويسهل علينا الخدمه ديالها. فكنبدا كنعجن العجين ديالي وكنخلطو مزيان وكنخلط ديك الكاوكاو والكاكاو والحليب حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم وكنحصل على واحد العجين اللي كيكون مجموع، كيكون نفس القوام ديال العجين الابيض ولكن ماشي بنفس المذاق. كيكون مذاق ديال الكاوكاو والكاكاو غالب. كما كتشوفوا هنا جمعت العجين ديالي وحصلت على واحد العجينه اللي كتكون مجموعه وطريه. هنايا غادي نبقى ناخذ كميه من العجين وغادي نبدا كنشكل فيها. هنايا غادي نبدا كنشكل على شكل حرابل طوالين كيف ما هو كتشوفوا في لا فيديو. بالنسبه للسمك اولا الغلظ ديال العجينه فهنا غادي يكون تقريبا
اسبوع. يعني هنايا الغلط ديال العجينه بحال الغلط ديال الاسبوع. كنكمل العجينه ديالي كامله، ومن بعد كناخذ العجينه البيضاء كنديرها في وسط واحد البلاستيك هنايا باش يسهل عليا انني نطلقها، وكنبدا كنطلق العجينه البيضاء. هنايا ما كنرققهاش بزاف حتى كيبدا يبان ليا سطح العمل، ولكن السمك ديالها كيكون ما رقيق ما غليظ كيف ما وضحت لكم في لا فيديو. فكنحاول انني نوضح اي حاجه في لا فيديو باش هكايا كتوصل المعلومه. فهنا كنبدا نوضع العجين ديال الكاوكاو والكاكاو فوق العجين الابيض. كنحاول نقادو بهذا الشكل هكا، وفي نفس الوقت كنقاد العجين الابيض هكا بالموس، وكنحيد ديك الجزء الاسفل باش هكا نقادو العجينه وسهل علينا اننا ندوروها. فبالاستعانه د البلاستيكه كنبدا كندور ديك العجينه البيضاء على الكحله هكايا، وانا كنقاد كندير هنايا دوره ونصف. كنحاول نثبت العجين مزيان على الاسود بهذه الطريقه هكا صافي، وكنقطع بالموس. كنستمر بهذا الشكل هكايا حتى كنكمل الكميه ديال العجين الابيض والاسود كامله اللي عندي، وكنديرهم في واحد الطاوه اللي غادي تدخل الفران. هنا الفران كيكون عندي شاعل من قبل، يعني الفران كيكون سخون، كنشعل عليهم من التحت ومن الفوق حتى كيطيبوا وكينضجوا. من بعد كنخليهم حتى كيبردوا، وعاد كنبدا ندهنهم بالشوكولاته. هنا خديت 120 غرام ديال الشوكولاته اللي كنضيف ليها واحد المعلقه كبيره ديال الزيت. كنبدا كندهن هكايا الحلوه ديالي بهذا الشكل هكايا. فراه ما كتاخذش معكم كميه كبيره ديال الشوكولاته. كنحاول انني نوزع الشوكولاط بالتساوي على الجوانب حتى كنغلفها كامله. من بعد كنخليهم كينشفوا واحد شويه، وكناخذ واحد شويه ديال الشوكولاته وكنبدا كندير خطوط من الفوق. التزيين كيبقى اختياري، كتقدروا ديروا خطوط بالشوكولاته البيضاء. هاد الحلوه هادي كتقدروا انكم ديروها حتى على شكل غريبه، ديروا هكايا شويه كويرات كحله مع كويرات كبر منها في الحجم بيضه، وكتبداو تشكلوها على شكل غريبه. كيف ما انه يمكن لكم انكم تقطعوها قبل حتى ما تطيب. فهنا كتاخذوا واحد الموس اللي كيكون ضروري ماضي، وكتبداو تقطعوا بشويه حتى كتكملوا الكميه كامله اللي عندكم، وكتقدموها بالصحه والراحه. وفيديو اخر ان شاء الله. كما كنقول لكم كما العاده، بسلامه، وما تنساونيش من تشجيعاتكم.